ذكرت وسائل إعلام مغربية الخميس أن سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائريون النار إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ. وقال الموقع الإخباري المغربي لو 360 إن كلا من بلال قيسي وعبد العالي مشوار قتلا الثلاثاء جراء إطلاق رصاص من طرف خفر السواحل الجزائري في المياه الإقليمية الجزائرية. وأضاف أن السلطات الجزائرية أوقفت مرافقا آخر لهما يدعى إسماعيل صنابي يحمل أيضا الجنسيتين المغربية والفرنسية. وأوضح الموقع نقلا عن مصادر متطابقة أن هؤلاء كانوا يقومون بحولة بحرية على متن درجات مائية انطلاقا من شاطئ مدينة السعيدي المغربية المحاذية للحدود الجزائرية، لكنهم تاهوا ليجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية. وأكد محمد قيسي شقيق أحد الضحيتين لموقع العمق المغربي الخميس تهنا في البحر حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود لخفر السواحل الجزائري. وأضاف أطلقوا علينا النار، الحمد لله لم أصب لكنهم قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر. ولم يصدر أي تعليق رسمي في الرباط على إثر تداول هذه الأنباء في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. واكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الخميس بالقول إن هذه القضية تدخل في اختصاص السلطة القضائية. كذلك لم يتسنى الحصول على أي معلومات رسمية من السلطات الجزائرية حول الموضوع.